السلام عليكم أروع جمهور، رمضان كريم عليكم جميعا، ويا رب يكون شهر مليان نور وبركه وابداع. النهارده هنعمل مع بعض شخصيات كروشيه امجرومي رمضانيه لطيفه جدا. هنعمل قمر مبتسم ونجوم منوره وفانوس رمضان جميل. لو بتحب الحرف اليدويه او عايزه تضيفي لمسه رمضانيه لبيتك، الحلقه دي هتكون ليكي. قبل ما نبدا تعالوا نشوف اللي احنا هنحتاجه. خيط ابيض اللي تقدري تعمليه من بواقي الخيوط اللي عندك. انا هنا عندي خيط قطيفه وعندي خيط ابيض، وطبعا هتختاري ابره كروشيه مناسبه مع سمك الخيط بتاعك، ومقص ابره تنظيف، وهتحتاجي عيون بلاستيكيه اللي هنضيفها للقمر، واللي ما عندهاش عيون بلاستيكيه نقدر ان احنا نطرز العيون ونطرز الابتسامه بايدينا. وهنحتاج معانا فايبر. دي الادوات اللي احنا هنحتاجها. هنبدا بالقمر لانه سهل ومبهج جدا. هنبدا نعمل الدايره السحريه بتاعتنا بالشكل ده. ندخل الابره بتاعتنا جوه الحلقه بالشكل ده، ونمسك الخيط بتاعنا، نبدأ ان نسحب الخيط، نطلع ب3 غرزة سلسلة. بعد ما نطلع ب3 غرزة سلسلة نبدأ نشتغل 6 عمود بلفة. طبعا الغرزة ال3 سلاسل اللي معانا دول هنعتبرهم غرزة، والعمود كده 2، كده 3. بنلف الخيط على الابره وندخل جوه الحلقه، ناخد الخيط نسحبه ونطلع بيه في 3 غرز على الابره، بنطلع من 2، نسحب الخيط نطلع من 2، وبعدين نسحب الخيط نطلع من ال2 الباقيين. كده معانا 3. هنشتغل 6 غرز عمود بلفه. اشتغلنا ال6 غرز بتوعنا عمود بلفه بالشكل ده. هنبدا اننا نشد الخيط بتاعنا بعد ما سحبنا الخيط بتاعنا وضمناه بالشكل ده. نطلع ب2 سلسله، 1 2، ونلف الشغل بتاعنا، وهناخد في الغرزه الاولانيه دي 3 عمود بلفه. طبعا السلسلتين دول بنعتبرهم عمود، وبناخد في نفس الطرف بناخد تزايد غرزتين عمود كمان. بنلف الخيط ندخل في نفس الحلقه، نطلع في غرزتين معايا على الابره، في 3 لفات معانا الابره. بناخد نسحب الخيط نطلع من 2 بقى 2، نسحب الخيط نطلع من 2 كمان. وبعد كده بنشتغل الغرزه اللي جنبها 2 عمود بلفه. كل غرزه بنشتغلها 2 عمود بلفه لحد ما باجي عندي اخر غرزه عندي هنا، وبشتغل فيها 3 زي ما اشتغلت هنا تزايد 3. بنشتغل الصف كله تزايد، بس في الغرز اللي في المنتصف هنا بنشتغل 2، واللي على الطروف بنشتغل فيها 3. 1 2 1 2. وصلت للطرف التاني اهو معايا بالشكل ده. هبدأ اشتغل في الطرف ده 3 عمود بلفة زي ما اشتغلت هنا 3، بشتغل هنا 3. التزايد اللي على الطروف دون اللي بيخلي الشغل معاكي يديكي دايرة اللفة بتاعة القمر بالشكل ده. كل مرة في كل صف بناخد تزايد من عند الطروف من هنا، وبنقلل شوية بنقلل التزايد في المنتصف، وبنزود التزايد عند الطروف، لان التزايد اللي لما بنزوده من عند الطروف من هنا هو اللي بيدينا اللفة بتاعة القمر دي. طبعا هنا اشتغلنا 2، اشتغلنا 2 فيها، نشتغل 3 زي الطرف التاني، ونبدأ نطلع ب2 غرزة سلسلة ونلف الشغل بتاعنا، وهنشتغل تزايد من عند الطرف على الطرف من هنا 2 عمود بلفة كده 2، والغرزة اللي بعدها هنشتغل فيها 2 عمود بلفة، وبعد كده هنشتغل 1 عمود بلفة 2 عمود بلفة، يعني غرزة هناخد فيها 1 عمود بلفة بالشكل ده. الغرزة اللي بعديها هنشتغل 2 عمود بلفة 2. غرزة هنشتغل فيها 2 عمود بلفة، وغرزة 1 عمود بلفة. اللي بعدها هناخدها 1 عمود بلفة، اللي بعدها 2 عمود بلفة. الأخيرة هنا هنشتغل، هنا فاضل 3 عندي أخر، هنشتغل واحدة منهم 1 عمود بلفة،
والغرزتين الاخرى هنشتغل فيهم 2 عمود 2 عمود زي ما اشتغلنا في الغرزه الاولانيه 2 عمود والغرزه الثانيه 2 عمود. هنشتغل في الغرزتين الاخرى هنا كل غرزه فيهم 2 عمود بلفه. 1 2 والغرزه اللي بعدها 2 عمود بلفه. 1 2 نطلع بغرزتين سلسله ونلف الشغل بتاعنا. الغرزه الاولانيه هنا بنشتغل فيها 2 عمود بلفه، والغرزه الثانيه 2 عمود بلفه، وبعدين الغرزه اللي بعدها 1 عمود بلفه 1 عمود بلفه و2 عمود بلفه في الغرزه اللي بعديها. هنا الغرزه الاولانيه هنشتغل فيها 2 عمود بلفه كده، كان عندي غرزتين سلسله وغرزه عمود بلفه كده غرزتين. اللي بعدها هنشتغل 2 عمود بلفه. 1 2 الغرزة اللي بعديها هناخد فيها عمود بلفة 1، والغرزة اللي بعديها 1 عمود بلفة، والغرزة اللي بعديها 2 عمود بلفة 2. وبنشتغل الصف كله غرزة 1 عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها 1 عمود بلفة، واللي بعدها 2 عمود بلفة لحد ما بوصل لاخر غرزتين هنا، وبشتغل في كل غرزة فيهم 2 عمود بلفة 2 عمود بلفة زي ما اشتغلنا في الطرف من هنا. وصلت لاخر غرزتين هنا اهم، هشتغل في كل غرزة فيهم 2 عمود بلفة. 1 2 1 الغرزة اللي بعديها 2. التزايد اللي على الطروف ده هو اللي بيديني اللفة بتاعة الهلال بتاعتي. هنطلع ب2 غرزة سلسلة وهنلف الشغل بتاعنا، وهناخد في الغرزة الاولانية 2 عمود بلفة، والغرزة اللي بعديها 2 عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها هنشتغل 1 عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها 1 عمود بلفة، والغرزة اللي بعديها 1 عمود بلفة، والغرزة اللي بعديها 2 عمود بلفة. 1 2 وهنشتغل الصف كله بنفس الطريقة. الثلاث غرز هناخد فيهم 1 عمود بلفه، الغرزه دي 1 عمود بلفه، والغرزه دي 1 عمود بلفه، والغرزه اللي بعديها 1 عمود بلفه. الغرزه الرابعه هنشتغل فيها 2 عمود بلفه، الغرزه الاولى 1 عمود بلفه، الغرزه الثانيه 1 عمود بلفه، الغرزه الثالثه 1 عمود بلفه، الغرزه الرابعه هنشتغل فيها 2 عمود بلفه. وهنشتغل بنفس الطريقه لحد ما نوصل للطروف هنا، وهنشتغل اخر غرزتين هنا كل غرزه فيهم 2 عمود بلفه 2 عمود بلفه زي ما اشتغلنا عند الطرف من هنا. وصلت لاخر غرزتين هنا بالشكل ده. هنبدأ اننا ناخد فيهم 2 عمود بلفة في كل غرزة. 1 2 1 2. لو تلاحظوا معايا هنا بدأ الشكل ياخد الشكل الهلالي معايا. نطلع ب2 غرزة سلسلة وهنشتغل على الطرف الاولاني من هنا، هنشتغل 2 عمود بلفة. اشتغلنا 2 غرزة سلسلة وغرزة عمود، يبقى 2 غرزة عمود بلفة. بنيجي على الغرزة اللي بعديها وبنشتغل 2 عمود بلفة كده. 1 2 وبنشتغل الغرزة اللي بعديها غرزة الاولى بناخد فيها 1 عمود بلفه، والغرزه الثانيه 1 عمود بلفه، الغرزه الثالثه 1 عمود بلفه، الغرزه الرابعه 1 عمود بلفه، والغرزه الخامسه بنشتغل فيها 2 عمود بلفه. يبقى عندنا هنا 4 غرز بناخد فيهم 1 عمود بلفه، والغرزه الخامسه بنشتغل فيها 2 عمود بلفه. يبقى الغرزه الاولانيه 1 عمود بلفه، الغرزه الثانيه 1 عمود بلفه، الغرزه الثالثه 1 عمود بلفه، الغرزه الرابعه 1 عمود بلفه، الغرزه الخامسه 2 عمود بلفه. خلينا نشوف هنا كده. هنشتغل الغرزة الأولانية معانا اهي 1 عمود بلفة، الغرزة التانية 1 عمود بلفة،
الغرزة التالتة 1 عمود بلفة. الغرزة الرابعة 1